مين فينا بيتبقى عنده بواقي كيك ومش عارف يعمل بيها ايه؟ بصوا بقى، جهزي كوبايه الشاي بتاعتك او النسكافيه او القهوه، اي حاجه، اي مشروب انت بتفضليه، وتعالي بقى اقولك ايه. هوريك انا عملتها ازاي وحولتها ازاي لاحلى كيك. عايزه اقول لكم حلوه بارده يعني تحفه. انا ما كنتش قادره بصراحه ان انا ابطل اكل منها. طعمها تحفه جدا وشكلها يفتح النفس. تعالوا بقى يلا، بمكونات بسيطه ومن غير فرن، يلا بينا نبدا. انا كان عندي هنا بقى بواقي كيك بالشوكولاته زي ما انتم شايفين. هتقطعيها هتحطيها في الكبه زي ما انت عايزه. انا حطيتها في الكبه بصراحه، وحطيت معاها كوبايه كاكاو. وحاطه معاه معلقه سكر، بس لو الكيكه معاكي متحليه قوي ما تحطيش سكر، كفايه كده كوبايه كاكاو. وكبيها كده واضربيها، وبعد كده نزلتها بقى على البايركس زي ما انتم شايفين. طعمها حلو جدا. او زي ما تحبي يعني، يا تقطعوها وتفرفتوها يا اما تحطوها زي ما انا ما قلت لكم، بس اهم حاجه تشربوها كوبايه كاكاو زي ما قلت لكم. هنحضر بقى ليها كريمه كده. انا كان عندي بواقي كريم شانتيه، يعني الكيكه دي كلها من البواقي يا جماعه، اللي انتم شايفينه ده كله من البواقي. كان عندي كريم شانتيه حاطاه في الفريزر، وضربته بقى كويس كده بالمضرب زي ما هتشوفوا. عايزه اقول لكم ان هو لما اتشال في الفريزر وطلع وانا ضرباه، عطى قوام كده كانه ايس كريم. طعمه كان تحفه جدا. المهم، آم، حطيته بقى زي ما قلت لكم كده في على وش الكيك. وبعد كده جبت مكعبين من الشوكولاته هتشوفوهم، وحطيت معاهم ربع كوبايه من اللبن، وسيحتها على النار. بس لو عندك مايكرويف هتبقى حلوه جدا يعني. وحطيت كل ده هتلاقوه على وش الكيك زي ما هتشوفوا. بصراحة يا جماعة طعمها كان تحفة جدا، وطعمها والريحة وكله حلو. وبتريحيها بقى أهم حاجة ساعتين كده في التلاجة، علشان كله تكون ماسكة كده القطعة لما تيجي تقطعيها. يعني أنا شايفاها تورتة تشيز كيك، بديل التشيز كيك طبعا زي ما انتم هتشوفوا. قولولي بقى يا جماعة رأيكم فيها. عايزه اقول لكم ان هي حلوه جدا، وقولوا لي هتجربوها ولا لا، والفكره عجبتكم ولا لا. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. واكتبوا لي بقى في التعليقات تحبوا تشوفوا وصفات تانية موفره واقتصاديه ولا لا. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. شايفين يعني تحفه. تعملوا بقى شكل رخامي. بعد ما انا حطيتها كده عملتها شكل رخامي زي ما هتشوفوا. عايزه اقول لكم ان هي بجد يعني بواقي كيك ممكن تنفع كمان كيكه فانيليا، كيكه برتقال. تحطوا عليها من فوق شرايح مانجا، اناناس، اللي انتوا تحبوه يعني. ده بقى شكل رخامي كده، حاجه ستايل يعني. طبعا اهم حاجه تتحط ساعتين في التلاجة علشان كل ده يمسك نفسه. انا حاسه ان الطبقه اللي فوق دي كانها بجد بجد ايس كريم، يعني تحفه تحفه وخطيره. خطيره في الطعم. انا عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش قادره ابطل منها ان انا اكل يعني. قولوا لي بقى هتجربوا الطريقه ولا لا. اهو استفدنا من بواقي الكيك، ما اترمتش. حلوه قوي. بصوا السكينه ماشيه كده زي السكينه في الحلاوه زي ما بيقولوا. تحفه. اشوفكم فيديو جديد، اشوفكم على خير، اسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.